أهلا بكم. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ببرقية تعزية إلى رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الدكتور محمد المنفي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت أجزاء واسعة شمال البلاد، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأعرب البرهان عن أسفه الشديد لما خلفته هذه الكارثة من أضرار بشرية وخسائر مادية جسيمة. وتقدم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالتعازي والمواساة بما أسماه باسمه وكذلك إنابة عن الشعب السوداني، داعيا الله تعالى أن يتغمد المتوفيين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم ولسائر الشعب الليبي الشقيق حسن الصبر والسلوان. أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد ركن نبيل عبد الله تمكن القوات المسلحة من تدمير قوة تابعة للميليشيا بمنطقة أم روابة بشمال كردفان وكذلك تأمين المنطقة. وكنا قد أجرينا اتصالا هاتفيا مع الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة وأفادنا بالموقف التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين والمشاهدين الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير. موجز موقف العمليات اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023. جميع الفرق والمناطق العسكرية مستقرة بالبلاد بحمد الله. تمكنت قوة مكلفة من تأمين وتمشيط منطقة أم روابة بشمال كردفان من تدمير 5 عربات قتالية تتبع للميليشيا المتمردة وتجويدهم عدد من القتلى والجرحى، وأمنت المنطقة تماما بحمد الله. في منطقة العاصمة المركزية تواصل مجموعات العمليات الخاصة نشاطها، حيث تمكنت في بحره من تدمير راجمة 107 ملم ومدفع من مضاد للطائرات رباعي يتبع للميليشيا المتمردة. كما قامت في منطقة الشجرة العسكرية مجموعة من سلاح المدرعات بقتل 5 متمردين واستلام عدد من الأسلحة الذخيرة، وكانوا يستقلون ركشة ومعهم هذه الأسلحة، وتم الحمد لله تمشيط منطقة سوق الشجرة بنجاح. الميليشيا المتمردة ما زالت مستمرة في انتهاكاتها ضد المدنيين العزل، حيث قامت مجموعة منهم اليوم على متن مواتر بإطلاق النار على المواطنين في كوبري الدويحي بمنطقة عتبة بكر، مما أدى إلى استشهاد 2 من المواطنين من أهالي المنطقة. كما قامت اليوم بإجبار 40 أسرة من حي الموردة بأم درمان على إخلاء منازلها قسرا، ونزحت إلى منطقة بانت هذه الأسر المنكوبة. وقد حاولت الميليشيا ابتزازهم وإجبارهم على تجنيد أبنائهم في صفوفها مقابل ترك هذه الأسر وشأنها. دعواتنا بالجنة لشهدائنا الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى، والسلام عليكم ورحمة الله. انعقد بمدينة بورسودان اجتماع اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وعدد من قادة الأجهزة النظامية والعدلية. وأوضح جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام المكلف أن الاجتماع استمع لتقرير مفصل من وزير الخارجية حول الجلسة التي يعتزم مجلس الأمن الدولي عقدها يوم غد بشأن السودان، والتي ستقدم فيها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان تقريرها ربع سنوي لمجلس الأمن، مبينا أن الاجتماع ناقش موقف السودان تجاه ما ستخرج به هذه الجلسة من مقررات. أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اهتمامه بمتابعة توفير الخدمات لمراكز الإيواء بمحلية كرري للمواطنين الذين نزحوا بسبب التهجير القسري والذي تمارسه الميليشيا المتمردة تجاه المواطنين العزل. وسجل الوالي زيارات لمراكز الإيواء رافقه المدير التنفيذي لمحلية كرري، واطمأن على أحوال الأسر القادمة من أحياء أم درمان القديمة ومحلية أم بدة، مثمنا جهود الخيرين والمواطنين بالوقوف إلى جانب هذه الأسر. ووجه إدارة التنمية الاجتماعية بمحلية كرري بتوفير الخدمات الضرورية والمتمثلة في الصحة والعلاج والمياه والكهرباء، وإنشاء قاعدة بيانات لفحص الأوراق الثبوتية للقادمين لمراكز الإيواء. من جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية كرري اهتمامه بمراكز الإيواء والمتابعة والإشراف اليومي عليها.
أعلن وزير الثقافة والإعلام المكلف الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور جراهيم عبد القادر عودة العمل بنظام التحويل المالي الآني سراج اعتبارا من 11 من سبتمبر الجاري، كما في التنوير الصحفي الأسبوعي عبر التلفزيون القومي حول أداء الجهاز التنفيذي للدولة وارتفاع عدد البنوك في شبكة الربط المصرفي مع بنك السودان المركزي من 23 مصرف إلى 27 مصرف. أكد والي نهر النيل المكلف محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون أن الزراعة تمثل الدعامة والركيزة الأساسية للاقتصاد. جاء ذلك لدى ترأس الاجتماع الخاص لمناقشة هموم وقضايا العمل الزراعي والاستعدادات المبكرة للموسم الشتوي بمشاركة وزيري المالية والإنتاج والبنك الزراعي. وأكد الوالي على أهمية معالجة مديونيات المزارعين، مطالبا بجدولة المديونيات مع استمرارية التمويل للمزارعين بجانب التأمين على تمويل البنك الزراعي للموسم الشتوي وتوفير المدخلات من التقاوى والأسمدة والوقود. أمن الاجتماع على ضرورة توجيه جزء من مشروعات المسؤولية المجتمعية وعائدات الأسمنت نحو الزراعة مع وضع وديعة بالبنك الزراعي لضمان نجاح الموسم الزراعي الشتوي. أهلا بكم. التقى وزير الصحة الاتحادي المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم بوالي ولاية القضارف محمد عبد الرحمن محجوب، وناقش الاجتماع تحديات النظام وكذلك المرافق الصحية بالولاية والتنسيق للتدخلات العاجلة للحد من انتشار حمى الضنك. واطلع الوزير على النقص والإشكاليات التي تواجهه في جانب المعينات والأجهزة الطبية والكوادر الصحية العاملة بجانب الخدمات المقدمة من الجانب العلاجي والتشخيصي والتوسع في تقديم الخدمة لأكبر قطاع من المناطق، معلنا عن التزام الوزارة بتوفير المعينات المطلوبة ودعم الولاية لمكافحة حمى الضنك. من جهته أكد والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن على أهمية الاجتماع لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الولاية، داعيا وزارة الصحة الاتحادية بتوفير كل المعلومات حول المواصفات المطلوبة، مؤكدا على العمل لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بالمرافق الصحية بالولاية. في ذات السياق أشاد وزير الصحة الاتحادية الدكتور هيثم محمد إبراهيم بالمواقف الداعمة للسودان من دولتي قطر وجمهورية مصر العربية خلال الأزمة التي تعيشها البلاد جراء الحرب الحالية، مشيرا إلى أهمية المبادرات المصرية والقطرية لدعم النظام الصحي بالسودان. وكشف وزير الصحة عن التدابير التي تمت بتنفيذ المبادرات التي جاءت بتوجيه من القيادة العليا للدولتين وبتمويل من صندوق قطر للتنمية وتنفيذ من جمهورية مصر العربية لدعم القطاع الصحي بالسودان وتمويل الإمداد الدوائي. دشنت اللجنة الفنية للطوارئ الإنسانية بمباني الإمدادات الطبية منحة الدواء المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بحضور السفير السعودي علي بن حسن جعفر ووالي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج أحمد ورئيس وأعضاء اللجنة. وبلغت جملة المساعدات الإنسانية 1500 طن من الأدوية والأغذية ومواد الإيواء. ترأس الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شمال كردفان عبد الله عبد الرحمن اجتماع اللجنة الفنية لجهاز تنمية وتحصيل الإيرادات بالولاية، وبحضور أعضاء اللجنة من المديرين العامين للوزارات والوزراء المكلفين والمديرين التنفيذيين للمحليات. واستعرض مدير جهاز تنمية تحصيل الإيرادات بالولاية جعفر تاج الدين تقرير أداء الإيرادات بالولاية، كما تطرق الاجتماع إلى أداء وحدات الحكم الولائي والمحلي، مشيرا إلى أهمية اللجنة الفنية في رفع كفاءة الجهاز للقيام بدوره تجاه تنظيم موارد الولاية. جهود كبيرة تبذلها حكومة ولاية القضارف ضمن مشروع سبل كسب العيش واستدامة التنمية بمحلية البطانة، والذي أسهم كثيرا في تخفيف المعاناة وإيجاد بدائل تحقق العيش الكريم لمواطن المحلية عبر عدد من الموارد الزراعية والحيوانية. نظمت الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية بولاية سنار بالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية الفاو يوما علاجيا مجانيا بمحلية أبو حجار لتطعيم الماشية ضد الأوبئة. وقالت وزيرة الثروة الحيوانية بالولاية مواهب الأمين يوسف إن الوزارة تستهدف 5000 رأس من الماشية. قدمت إدارة المركز القومي للمعلومات وبالتنسيق مع إدارة مركز معلومات الولاية الشمالية العرض المبدئي لمشروع بوابة حكومة الولاية الشمالية الإلكتروني
وذلك بحضور والي الشمالية المكلف الأستاذ الباقر أحمد علي. ويهدف المشروع إلى تبسيط